اول حاجه انا هقص الجيبه الكروش بتاعتي. الكلوش بيتحسب الطول مرتين زائد تلت الوسط، يعني طول الجيبه اللي انت عايزاها لو واحده وسطها من الوسط لحد الرجل مثلا 100، يبقى انا هحتاج 2 متر وهحتاج تلت الوسط، بجمعهم وبحسب القماش بتاع الكلوش. طيب هبتدي عندي القماشه اهي، هروح تانياها بالشكل ده، هجيب الطول ده على الطول ده كده. طبعا قماش الستان ده بيتزحلق جدا. اهو ادي القماشه بتاعتي طبقتها الطول على الطول يا جماعه، الطول اللي هو البرسول ده اللي هو فيه الشراشيب دي، خليتهم كده على بعض ورحت ايه عامله كده. طبعا انا عاده ما بشتغلش بدبابيس يا جماعه، بس الستان ده محتاج دبابيس. نجيب الدبابيس بتاعتي وهبتدي ان انا ادبس الطرف على الطرف. والله انتي واثقه انك هتتحكمي فيها من غير ما تدبسي، براحتك. خد الدبابيس بالراحه عشان الستان ده بينتش. اهو انا دبسته هنا كده، وهجيب اهو اللي انا مدبساها، شايفين دي متنيه كده، هروح جايباها كده زي ما يكون. شفتوا المسدس اللي انا كنت بعمله زمان في المدرسه؟ هو ده اللي هعمله بالظبط. هجيب دي كده على دي واروح قلبه الكلوش بتاعي اهو بالشكل ده كده، وادبس يا جماعه. يعني القماشه لما تبقى ستان ارماني كده او ستان بيتزحلق، دبسه عادي مش عيب يعني. بعد ما دبست القماشه بتاعتي اهي كده عشان خاطر ما تتزحلقش، هبتدي بقى ان انا اقص الكلوش بتاعي. ثبت الديل اهو كمان بس كده. طبعا الكروش يا شباب يتفضل ان هو يتقص على الارض علشان خاطر يبقى، بصوا القماشه بتتزحلق ازاي، يعني مدبساها وبرده بتتزحلق. هكومها هنا كده معايا عشان ما تتزحلقش. انا هوريكم بس الفكره، وهقص على الارض براحتي او على البنك الكبير وبعدين اجيلكم. اول حاجه بالنسبه لي باخد تلت الوسط. تلت الوسط هي الوسط اللي معايا 90 على 3 فيها كام؟ 30. طيب هاجي من هنا من راس المثلث، وهبتدي ان انا انزل ال30 سنتي من فوق. من هنا كده من عند راس المثلث هنزل ايه 30. انا مثلا عايزه كشكش شويه وعايزه الوسط اكبر، فهروح مزوده حبه، هاخد مثلا 35. اهو يبقى انا كده باخد مساحه الكلوش، وبعد كده اروح جايبه الحته دي واروح قصها. بعدين هاجي بقى من هنا ابتدي ان انا اخد الطول بتاع الجيبه، مثلا طول جيبتي 100، فهاجي من هنا اروح واخده 100 زائد سماحات الخياطه بتاعتي. طيب انا
هعمل حاجه تانية، هشوف ال100 اللي انا عايزاها سماحات الخياطه بتاعتي، وهروح ضايفه عليها ال35 اللي انا اخداهم من المساحه دي، وهوقف المازوره عند راس المثلث، وابتدي ان انا احط كده والف، اخد المقاس بتاعي وكده الدوران يبقى مظبوط. هبتدي ان انا بعدين اقص الجزء ده واقص الدوران اللي تحت.